بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالي يا ست الكل اقول لك النهارده ازاي تطلعي الفراخ باللون القمر اللي انتوا شايفينه ده بدون اي ريحه للزفاره. وكمان هنقسمها مع بعض تقسيمه ممتازه جدا تكفي وتوفي معاكي. لو 4 فرخات ممكن يكفوا معاكي طول الشهر، وطبعا ده كله حسب ميزانيتك. انا بديك افكار يا ست الكل. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الفيديو اللي قبل ده انا قلت لكم ان انا بنقع الفراخ في محلول نقع عبارة عن دقيق وليمون، وده بيبقى اول محلول نقع بالنسبة لي يا بنات. انا الفراخ بتعدي على اكتر من مرحلة قبل ما ادخلها الفريزر. انا بحب اقسم الفراخ بتاعتي تقسيمة كده، بحيث ان انا حتى لو مش مربية فراخ وشارية 5 فرخات بس هيكفوني طول الشهر. تمام يا امارات، كملوا معايا الفيديو للاخر وقولوا لي انتوا بتحبوا تربوا الطيور في البيت ولا بتحبوا تشتروها جاهزة. اول حاجة يا ست الكل، كوز القلب بيكون فيه قطع او كتلة كده من الدم لازم أن يتفتح كده وتطلع، عشان طبعا لو اتطبخ بيها الفرخة كلها بيكون فيها ريحة زفارة. فاغسلي الكبدة كويس والقنصة كويس وشيلي اي دهون كده على القنصة. القنصة ممكن تستعمليها كلحمة مفرومة وتعملي بها اي حشوات. لازم تشيلي منها اي دهون كده، والقطعة اللي في النص وتفرميها وتستعمليها في مكرونة بشاميل في اي حاجة بتستعمليها. انا ممكن استعمل القوانص كبديل للحمة المفرومة في وصفات كتير جدا، ان شاء الله هنزلها معاكم. الفراخ بقى بمسكها اغسلها كويس جدا من محلول النقع، وهرجع اعمل لها محلول نقع تاني يا بنات، بس كل مرة بصفيها كويس جدا. طبعا الرخامة انا مفضياها من اي حاجة عليها، وبعد ما هخلص الرخامة بتاعتك تتغسل، يعني مش تتغسل، تتصبن كده بالصابون والسبونشة تكوني مخصصاها للرخامة، وبعد كده تغسليها بخل. تمام يا امارات. طبعا الكلام ده الحبايب كده اللي هم سنة اولى جواز، كلنا ستات بيوت وشاطرين وعارفين التفاصيل البسيطة دي. لكن في بنوتات كده صغيرين يعني ما يعرفوش اي حاجة عن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. الحوض كمان بعد كل نقعة بمسكه كده يا بنات اصبنه. الفيديو فيه اكتر من 5 فرخات، ولكن المقطع الاخير يا بنات او التفريزة الاخيرة هتتعمل ب4 فرخات بس، ودول اللي هيبقى الشغل كله عليهم. وهعمل منهم اكتر من 10 او يعني يمكن 12 وصفة ان شاء الله. وتعالي هنا اقولك على التقطيع اللي انا معتمداها للفراخ المشوية. طبعا انا هشوي الفراخ اللي هي الفرز يا بنات، كان في منهم 1 كيلو 700 و1 كيلو 600 و1 كيلو 400. الكيلو 400 دي هقطعها كنتاكي واعملها للكنتاكي بأمر الله. انا هنا بقطعها من سلسلة الظهر يا بنات. وعايزه اقول لكم ان اللي انا بشيلها دي مش كبده، والله العظيم دي كل السموم اللي الفراخ بتكون واخداها من العلف، فلازم تشيليها وتشيلي اي اثر موجود ليها في قلب الفراخ. التقطيعة دي ممتازة جدا للفراخ المشوية بقى، بتعملي فيها فتحات كده من عند الصدر وفي الأوراق، وتعملي لها تتبيلة بسيطة كده، ويبقى معاكي أحلى فراخ مشوية بتاخد سوا بسرعة وكمان ما بتنشفش. وأنا بفضل الفراخ اللي من كيلو ونص ل2 كيلو في الشوا، يعني أكبر من كده ما بتبقاش حلوة يا بنات. هنا بقى ده تاني مرة أنقع فيها الفراخ بتاعتي، واللي أنا ضفته على الفراخ ده مش دقيق بس يا بنات، ده دقيق بجنزبيل بملح وملح خشن كمان، لو متوفر عندك بيكون افضل. ودي بقى التقطيع يا بنات اللي انا معتمداها، خصوصا لما تكون الفراخ حجمها كبير. بس اهم حاجة تمشي على المفصل كده وانت بتقطعي، بحيث ان الدبوسة تفضل دبوسة، ما تلاقيهاش رجعت لورا كده. المفصل الابيض ده يا بنات، يعني اي حتة فيها مفصل في الفراخ امشي بالسكينة بتاعتك عليه، اساسا هتتقطع معاكي بسرعة زي ما انتم شايفين كده. مجرد ما تضغطي تلاقيها بتتقطع على طول. وبعد السوا حتى لو انت سلقاها عادي كده الدبوسة بتفضل زي ما هي كده، ما بتلاقيهاش كشت معاكي. القطعة دي كمان في ناس بتشيلها اللي هي الزلموكة بتاع الفرخة، انا ما بشيلهاش يا بنات، بس في فصين بيكونوا موجودين فيها كده، فصين دهن. دول مش دهون او مش دهون ممكن تحلي الشوربة او كده، لا، دول بيكونوا كتلة زفارة كده موجودة. لو الفرخة اتطبخت بيهم يعني اعرفي ان ريحة الزفارة مهما تكوني غسلاها مش هتروح. فالفصين دول يتشالوا كده يا ست الكل، واي دهون زياده. وطبعا القطعه اللي احنا بنقول عليها كبده دي للاسف مش كبده، زي ما قلت لكم دي كل السموم اللي الفراخ بتكون ممتصياها من العلف بتتجمع هنا كده. انا كده قطعت الورك ل4 منابات يا بنات، 4 منابات. وزي ما بقولك طول ما الفراخ كبيره فالقطعه دي بتبقى مناب، يعني لكن لو الفراخ صغيره فطبعا الورك بيكون ورك كامل. وكل واحد على قد ظروفه، وانا بقولك افكار خدي منها اللي مناسب مع ظروفك.
كمان لو هتعملي فرخة زي دي كنتاكي، فالجزء اللي إحنا قطعناه ده يعني ما بتبقاش 4 قطع بس، لأ، بتبقى الفرخة الواحدة 18 قطعة، ده لو الفراخ كبيرة. نيجي بقى للصدر، أنا باحب أقطع الجناح كده يا بنات بقطعة لحمة من الصدر، بحيث إن أنا لمّا آجي أعمل صينية أجنحة يكون فيها لحمة، يعني يكون الجناح زي الدبوسة كده شايفين، وبرضه بامشي على المفصل اللي في الجناح، بحيث إن الصدر يكون متماسك والجناح كمان يبقى فيه قطعة لحمة، باقطع من تحت كده يا بنات زي ما شايفين، وبرضه بامشي على المفصل اللي في الجناح، بتشديها بإيدِك كده وتمشي بالسكينة حاجة بسيطة بتلاقيها بتتقطع معاكِ بكل سهولة. كده هتعملي صينية أجنحة كأنها صينية دبابيس. وزي ما قُلت لِك التقطيعة دي مناسبة جدًا لو الفراخ حجمها كبير، يعني أكتر من 2,5 كيلو، تبقى صينية كده زي ما الكتاب بيقول. قطعت الأجنحة كده، الصدر طالع معايا مضبوط، واخدة منه قطعة صغيرة كده من الجنب، يعني أنا لو هاعمل بانيه مش هاتأثر. كمان لو هتقطعيه مناب تقدري تعمليه على 2 أو على 4 على حسب ظروفِك وعلى حسب إمكانياتِك زي ما اتفقنا. الجناح زي ما أنتم شايفين كده فيه قطعة لحم كبيرة اللهم بارك. باطلّع بس الرقبة لوحدها يا بنات، وكمان لمّا باجي أتبّل الأجنحة أو أحطها في الفريزر متبّلة، باتبّل معاهم الرقبة، يعني ما باسيبهاش كهياكل أو كده لأ، ما باطلّعش هياكل، فكل حاجة بتتغسل كويس جدًا. اللي باكون عاملة كده برطمان يا بنات فيه ملح على دقيق على شوية من الجنزبيل، وده ما بيكونش ولا دقيق فاخر ولا دقيق جميع الاستعمالات، ده الدقيق اللي هو القمح يا بنات، لو هتجيبيه من عند الفلاحين بيوفّر معاكِ كتير جدًا، يعني لو كيلو الدقيق ب23 فده ممكن تجيبيه ب15. بتستعمليه بقى لو هتعملي كنتاكي، هتعملي ستريبس، هتعملي سمك، وبيوفّر معاكِ جدًا، كل الحاجات دي بتوفّر معاكِ في الميزانية. يعني مش هاروح أجيب دقيق من أبو 30 جنيه أو 25 جنيه واغسل بيه، يعني الكيلو دقيق أغسل بيه شوية فراخ، لأ، فبرضه الحاجات دي كلها لو أخدنا بالنا منها هتلاقيكِ بتوفّري في الميزانية. طبعًا يا بنات أنا قطّعت 3 فرخات، التقطيعة اللي هي على ال8 قطع، وإن شاء الله هاعمل منهم أكتر من وصفة، والفرختين اللي كان حجمهم صغير يعني كيلو 600 كيلو 700 قطعتهم من الضهر بالشكل ده، وهانضفهم كويس جدًا، وهاعمل لهم تتبيلة مشاوي وأحطهم متبلين في الفريزر. حاولي بقى كده وأنتِ واقفة تقطّعي أو شغّالة في الفراخ، ما تستعمليش أي حاجة، ما تمسكيش أي حاجة بإيديكِ، كل حاجة استعملتيها هتتغسل كويس جدًا. لمّا تيجي تغسلي الفراخ أو تنقعي الفراخ 3 حاجات بس اللي بتستعمليهم، يا إما تستعملي الطحينة، أو لمّا بنيجي نغسل الفراخ بنبعد عن الخل زي ما اتفقنا، بنستعمل 3 حاجات موجودين، يعني أي حاجة فيهم موجودة في كل بيت، ما فيش بيت هيخلى من حاجة من ال3 حاجات دول، وهو الجنزبيل، الطحينة، أو القهوة. ال3 حاجات دول بيشيلوا الزفارة تمامًا، وبيخلّوا ريحة الفراخ فُلّة كده يا بنات، ما بتشمّيش أي ريحة للزفارة. دي الفرخة الصغيرة أنا قطّعتها كده ل8 قطع، وهاعملها كنتاكي بأمر الله. لكن الخل يا بنات بيظهر الزفارة، إحنا ما بنستعملوش غير في التتبيلات بس، عشان يهري الفرخة كده ويخلّيها تمتص التتبيلة بسرعة. أنا بقى بعد ما سِبت الفراخ بتاعتي في الدقيق والجنزبيل والملح حوالي ربع ساعة، هارجع أغسلهم لتالت مرّة. وبعد الغسلة دي كده يا بنات هنشيل بقى أي جلد زيادة، أي مزلقة كده على الفراخ، وشايفين ما شاء الله كده لون الفراخ اختلف 100 درجة. تمام يا أمارات، هنغسل بقى الفراخ بتاعتنا كويس جدًا، جدًا، وفي مصفى كده يا بنات. كل مرة زي ما قُلت لِك لازمًا الفراخ تصفّي المَيّة بتاعتها، بحيث كمان لو جيتِ تعملي لها أي تتبيلة تمتص التتبيلة، أو لو دخّلتيها في الفريزر المَيّة دي ما تتجمّعش عليها كده وتعمل دَم، ويبقى لون الفراخ مش يعني ما بيبقاش حلو. طبعًا زي ما قُلت لكم أنا المفروض كنت هاعمل 5 فرخات، بس في فرخة اتطبخت في نفس ذات الوقت ما نقدرش نتكلم، فأنا قسّمت 3 فرخات كبار وفرختين صغيرين سِبتهم كاملين كده بحيث إن أنا أشويهم. أسيب الفراخ بتاعتي تتصفى من المَيّة كويس جدًا بعد ما غسلتها، وده لون الفراخ يا بنات ما فيش بقى ولا غلطة ولا أي حاجة عدّت مننا، الفراخ ممكن يعدّي منِّك أي حاجة كده، فلازمًا تتغسل مرّة و2 و3. هنا باقول لِك الصدر ممكن تقطّعيه على جزئين، على 4، تعملي كفتة، تعملي ستريبس، تعملي بانيه. كمان القطعة دي كل ما الفراخ كانت كبيرة بتبقى مناب ممتاز جدًا، كان ممكن تقطّعي كل قطعة منهم لقطعتين، ولو هتعملي كنتاكي
الدبابيس ما شاء الله كل دبوسة كده ماسكة نفسها. امشي على المفصل وانت بتقطعي الفراخ، مش هتهدري والتقطيعة بتاعتك هتبقى مظبوطة جدا. عملت 8 وجبات كاملين متكاملين، وفي منهم حاجات كمان ممكن لو عايزة تختصري تعملي من كل حاجة وجبتين. فربنا يجعل بيوتنا عمرنا بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وانتظروا الفيديو القادم ان شاء الله، هنعمل من التقسيمة دي اكتر من 12 وجبة، كلها افكار جميلة جدا وبسيطة جدا، هتوفر معاكي في الوقت وفي الميزانية. انتظروني في فيديو جديد، مع السلامة.